السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم اكله جديده. هنعمل حمام المحشي فريك. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه قوي. يلا بينا نبدا. اول حاجه هبدا بيها وهو الفريك. دلوقتي هنجهز الفريك. هو في حاجه مهمه لازم نتكلم فيها، اللي هو ازاي احشي الحمامه او اعرف مقدارها ايه. انا الحمامه بعرف المقدار بتاعها، ان انا بكفي ايدي ده حمامه. فانتوا حاولوا تقدروها كده. دلوقتي انا هعمل 4 حمامات، فمعايا اربع كبشات بكف ايدي. دلوقتي هحط الفريك في الطبق الفاضي، واحط عليه ميه مغليه. هسيبه في الميه 5 دقايق. دلوقتي انا خرجت الفريك من الميه وصفيته كويس. جبت طاسه فاضيه على النار، وهفضي فيها الفريك بتاعي. هسيبه الاول ينشف من الميه شويه، وبعد كده هضيف له السمنه. دلوقتي هضيف له معلقه كبيره من السمنه، وهضيف رشه من الزيت، يعني حاجه بسيطه. واقلبه. هضيف معلقه صغيره من الملح، وربع معلقه او نص معلقه ممسوحه من الفلفل الاسود. دلوقتي خلاص الفريك بتاعنا خرج من النار وبرد. معايا حمام. بصوا انا غسلاه كويس. من جوه انا بعمله بالملح وبالفلفل الاسود، ده بيدي معايا طعم كويس. هنبدأ نحشيه. الحمام من اسهل الاكلات، بس في ناس بتقول ان هي مش بتنجح معاها، انا مش فاهمه ليه. مع انه من الحاجات اللي مش بتستخدمي فيها اي حاجه اصلا، ده هو فريك و بس انا شايفه ان انتي بتستخدمي فريك بس اصلا، فليه مش بينجح؟ ده انا شايفه ان انتي ممكن تعمليه بطريقه حلوه، يعني يتاكل معاكي يبقى حلو جدا. حاولوا تجربوه بالطريقه دي، هي سهله قوي وهتفيدكوا جدا. انا كده حشيته. باخد الكبده، باخد القمصه، بدخلها بالشكل ده. احنا مش بنحتاج نخيطه خالص على فكره. بحط القمصه بالشكل ده كده، اقفل. بصوا ده طريقه القفل بتاعته. بدخل رجل في الجنب، والرجل التانية عكسها، والأجنحة بعملهم كده
عشان تتحمر كويس. بس حمامة بقت جاهزة كده. فين الصعب؟ الدنيا سهلة جدا، عايزين نسهلها على نفسنا ما نصعبهاش. وكده الحمام جاهز خلاص ان هو ينزل في الشوربة او نسلقه. يلا بينا نسلقه. في حلة فاضية على النار احط فيها مية واخليها تغلي، وانزل بالحمام بتاعي. واعلي عليه لحد ما ياخد غلوة معاه. هضيف معاه بصلة متنضفة، كده الحمام بتاعي اتسلق وخلاص بقى يتحمر. في طاسة فاضية فيها معلقة من السمنة، اسيب السمنة تسخن كويس، انزل بالحمام.